مع دولي شاهين. ورجعنا تاني شخصية جديدة، ومين بيقول الحق؟ الشخصية اللي معانا زي ما بيقولوا ايده تتلف في حرير. الستات بيعشقوا تصاميمه وبيحلموا بزيارته. الشخصية اللي معانا بتقول عن نفسها: أنا اسمي محمد حافظ، بشتغل جواهرجي، لكن مش أي جواهرجي. أنا بصنع وأركب الأحجار الكريمة زي الياقوت والماس وبتاجر فيه. بصمم بنفسي أشكال كتيرة من المشغولات الذهبية، ودي اللي أنا اشتهرت بيها، والشغلة دي ورثتها عن أبويا وأجدادي. إمضاء محمد حافظ. محمد حافظ، اتفضل اقعد مكانك. وبكده احنا معانا 3 محمد حافظ. يا ترى مين من ال3 شخصيات اللي معانا هو محمد الحقيقي، ومين اللي بيقول الحق؟ ومعانا طبعا 3 فنانين هيحاولوا انهم يساعدوكوا ويساعدوا نفسهم في معرفة الشخصية الحقيقية من ال3 شخصيات اللي معانا. رحبوا معايا ريم البارودي، اهلا بيكي. كريم ابو زيد، شرفتنا. ميرنا المهندس، اهلا وسهلا. نبتدي بقى نلعب 60 ثانية، هنحاول نسأل فيها أسئلة سريعة جدا. هو طبعا الموضوع ده أفتكر إنه سهل بالنسبة للستات، صح ولا إيه؟ أكيد سهل جدا. مش قوي انت على طول أكيد. ليه مش قوي يا ريم؟ بالعكس. يعني أكيد بيبقى فيه كده الحس الأنثوي تجاه المجوهرات. بس هما بيلخبطونا. مفيش احساس بقى في اللعبه، مفيش احساس. إيه، ما بتحبيش المجوهرات؟ لا، مفيش حد ما بيحبش طبعا المجوهرات، بتحبي. بس ما بحبش. أكيد قلبك دلوقتي هيهفك على موضوع 60 ثانية. أوكي. نسأل أسئلة سريعة، نحاول إن احنا نعرف مين محمد الحقيقي. جاهزين؟ ميرنا، بتحبي المجوهرات صح مش كده؟ يلا اتفضلي. رقم 1، بقالك كام سنه بتشتغل جواهرجي؟ أنا عمري كله قضيته في الشغلانة دي. رقم 2، في ناس بيطلبوا منك الأحجار الكريمة يحطوها على الهدوم؟ احيانا بيطلبوا مني. رقم 3، بتقطع الأحجار الكريمة بإيه؟ هي ليها تكنولوجيا معينه بتتقطع بيها، في حاجات يدو، في تكنولوجيا مش موجوده هنا كمان. ايه الفرق؟ رقم 1، ايه الفرق بين الياقوت والمرجان؟ هو المرجان بيجي غالبا من البحار ومن الشعب المرجانية، إنما الياقوت ده بيجي من الجبال، يعتبر يعني بري، خامة برية يعني مش 20 ثانية. رقم 2، بيقولوا في أحجار بتريح الأعصاب. دي مقوله الناس بتقولها بس مش حقيقه. مش حقيقة. 10 ثواني. رقم 3، على مستوى العالم في الهند اعترفوا ان في احجار 5. كل حجر حسب الحالة النفسية حسب البرج. مين؟ والله الوقت خلص، ما ينفعش ان احنا نرد لما الوقت بيخلص. ميرنا، الاداء لازم يكون اسرع من كده. بتفكري اكتر. بفكر طبعا. صح؟ بتفكري في ايه؟ بفكر ازاي اسال، ان انا عندي فكرة فعلا عن الاحجار. عايزه توقعيه يعني. فانا عندي فكرة، على فكرة يعني فكرة يعني معترف بيها فعلا، حكاية الاحجار. يعني مثلا انت برج ايه؟ سرطان. السرطان. ممكن برج السرطان فيه يعني في ناس كتير بيحطوا خريطة زرقاء عشان الحسد. دي معلومة خطأ. هي كل واحد وليه اللون بتاعه، في اللون الاحمر، في اللون الازرق، في اللون البستاج، في لون طب انا لوني ايه؟ انا مش عارفه. طب تقدري تعرفي ازاي؟ بتاع يعني هم اللي اكتشفوا الموضوع ده اكتر الهند، في الهند. بس انت مش عامله دراسه يعني الموضوع ده؟ انا حبيت افهم، اعرف ده في حاجه كده فعلا، فحبيت اتابع الموضوع. بس طبعا عرفت لوني انا ايه. لونك ايه بقى؟ البستاج. حلو لون البستاش. ريم، انت لونك ايه بقى؟ اورنج. الاورنج النهارده جاي معاكي. يلا جاهزه؟ أوكي. 60 ثانيه، استغلهم كويس. اتفضلي. رقم 2، يعني ايه يافت؟ يعني حرامي. يعني ايه؟ حرامي. حرامي؟ يعني ايه يافت؟ رقم 1. رقم 1. رقم 1. لما تكون الحاجة ممتازة وجيدة بنقول عليها يافت يعني. رقم 3، يعني ايه يافت؟ يافت بيتقال على الشخص الكويس او الشخص المالي او الكويس يعني. الشخص؟ الشخص رقم المالي او 2. اي حاجه كويسه بيتقال عليها يافت. رقم 2، سعر الذهب النهارده بكام؟ النهارده في اللي هو 21 ده ب 316، وال 18 ب 260. رقم 2، الحجر اللي دايما رقم 2. رقم 2، الحجر اللي الست دايما بتطلبه دايما. 18 ثانية، يلا اسرع. ايه المطلوب على طول؟ اغلى حاجه. اللماس هو غالبا 10 ثواني. بيبقى اغلى حاجه يعني.
رقم 3 5 ثواني. الالماظ ثلاثة. بيرخص ازاي؟ 1. الوقت خلص. الوقت خلص. على طول انت بقول كده. لك ايه موضوع اخر سؤال ده؟ ايه الموضوع؟ بنوصل لاخر سؤال والوقت بيخلص. عندنا اسئله كتير. اسئله كتير. انا تايه في الاسئله. كريم، انت عندك فكره لونك ايه ولا مالكش في المجوهرات خالص؟ لا الحقيقه خالص خالص. انت متجوز؟ لا الحقيقه ولا مشكلة خاطب؟ مقاطعة. لكن ان شاء الله قريب اكيد هفهم بقى. قريب. طيب على امل. ان شاء الله اللي هيطلع فيهم هنشتري من عنده. طيب باذن الله. يلا اتفضل. ابدا يلا. رقم 1. سبائك الدهب بتجيبها منين؟ والله كانت زمان بتيجي من سويسرا ومن السعوديه، انما دلوقتي في توكيل بنجيب منه يعني توكيلات وكده يعني. رقم 2. ايه اشهر منجم دهب في مصر؟ اسمه ايه؟ السكري طبعا. رقم 3. ايه المعدات اللي انت بتستخدم فيها الالماظ لما بتعمل الماظ بيبقى هاند ميد يعني؟ والله هي معدات يدويه في مصر هنا اهوت. التكنولوجيا بتاعتها مش عاليه قوي، لكن بره اكيد ثانية. ان هي بتتقطع احسن، عشان كده بتقطع بره على طول. ايه هو رقم 2؟ ايه هو اللؤلؤ يعني؟ اللؤلؤ ده 20 ثانيه. ايوه دي بيبقى فيه صدفه وهو موجود فيها، الصدفه دي بتنمو وبعدين بناخدها نعمل بيها. رقم 1. بنجيبه منين اللؤلؤ؟ 10 ثواني. والله هو بيجي من البحار، وحاليا دلوقتي في لؤلؤ بيبقى مزروع بيزرعوه زي السمك يعني. 3. المحل بتاعك فين؟ 1. رقم 2. الوقت خلص. الوقت خلص. اوكي فاين. ايه بجد ايه موضوع اخر سؤال؟ يعني ليه انتوا الثلاثه وقفتوا عند اخر سؤال فعلا. فعلا ما شاء الله نفس التراك. طب عرفتوا اي حاجه ولا لسه؟ لا لسه، انا لسه. لسه؟ انت كريم فين؟ يعني بلاش السؤال ده. ليه بلاش؟ عشان يطلع عكسه. سيبيه بس المره الجايه ممكن اجاوب. كريم عندي سؤال مهم ارجوكي. وهو بيسال دلوقتي كنت انت هتكسري ضوافرك ليه بقى؟ لان حد جاوب غلط فكنت عايزه اكشفه يعني، بعدين خفت في حد قلقت جاوب برضه. بجد والله؟ يعني على سؤال انا سالته. ايه السؤال اللي انت سالتيه وردوا غلط عليه؟ مش عايزه اعرف مين اللي رد غلط، عايزه اعرف السؤال. هم اختلفوا شويه في موضوع يافت. يافت. ويافت دي على فكره كان استاذ محمود ابو زيد في فيلم جري الوحوش، يعني كان استاذ نور الشريف بيقول الكلمه دي. يفتي يعني معناها كويس إيه؟ يعني حلو. طب بس اللغة سؤال الجوهرجية. برضو عايزه اقول لك حاجه طبعا، يعني هو احتمال، انا ما عنديش المعلومه اكيده، بس احتمال طبعا يكونوا عارفين المعنى ومش بس يعني ممكن يقولوا غلط. بدل ما يقول لك انا ممتنع عن ممكن الإجابة، يلخبطنا. ما فيقول أساسي. بيلخبطك. هو مش لازم يلخبطك بس ممكن يعني احتمال وارد. وبما ان انتوا اتلخبطتوا فاحنا محتاجين من كريم دلوقتي انه يلطف الاجواء، خاصه عشان خاطر هو أنا شايل الحلقة كلها. المتوتره دايما. طب هتغني معايا انت؟ المفروض انت ودول تعملوا دويتو. لا بصراحه. طب يلا قولي. يعني حاجه العدويه مثلا؟ تحبي العدويه؟ اه ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا ثانك يو اشكركم. ما بلاش اللون ده معانا بقى خالص. بلاش. لونك ايه؟ ما انت كنت شويه بتقول لك لونك ايه؟ وهنطلع دلوقتي فاصل ونرجع تاني، ومين بيقول الحق؟ الاحتمالات مش كتيرة. يا ترى مين من الثلاث شخصيات اللي معانا هو محمد حافظ الحقيقي؟ رقم 1 ولا الاحتمال التاني ممكن انه يكون محمد حافظ رقم 2، او بما ان زي ما قلت الاحتمالات مش كتيرة فممكن طبعا ان محمد حافظ الحقيقي يكون برضو هو رقم 3 ولا ايه؟ مش كده؟ 1 أو 2 أو 3 في احتمال تاني. طيب انا عارفه ان انتم متحمسين جدا وعايزين تدخلوا على طول. بالظبط. صح ولا ايه؟ يلا 60 ثانيه تانيين. بس دلوقتي بما ان النساء خدوا فرصتهم لازم دلوقتي نشوف طبعا الرجاله لو احساسه بلاش احساسه. طب عايز ايه بقى؟ ايوه عايزه كملي. لا خلاص مش هكمل. انت جاهز؟ يعني بحاول. يلا اسال. طيب انت عايز اقول ايه؟ نسيت. قول اي حاجه. ايه انواع العقيق؟ رقم 1. العقيق في ايراني وده بيعتبر يعني نوع جيد.
وفي اخضر، في كذا نوع يعني الأنواع. ايه انواع العقيق؟ العقيق في اللي هو الاخضر وفي البني وفي الايراني اللي هو امضخ. ثلاثه. اشهر بلد بنستورد منها او بنصدر، يعني اكتر بلد منتجه للعقيق يعني؟ ايران تقريبا. ايران. حضرتك رقم 2 قلت لي برضو المحل بتاعك فين؟ في الدقي. رقم 1 انت بتشتغل بايدك ولا حضرتك بتبيع بس فقط يعني؟ انا ببيع، ولما بتجيني حاجه كده خفيفه بصنعها يعني. رقم 3 انت بتشتغل بايديك ولا في حد بيشتغل لك؟ 20 ثانيه. فتره كبيره كنت بشتغل بايديا، بس دلوقتي بياع بس. دلوقتي بياع بس. طب رقم 2 في سن معين بتضطر ان انت ما تشتغلش بايديك بقى بعد كده؟ لا، هي طالما بتعرف ودي مهنه. 5. رقم 1 المحل بتاعك فين؟ 2. ايه ده زي 1. رقم 3 المحل ايوه بتاعك الوقت خلص. الوقت ماشي. خلص. ايه؟ تمام يعني لما تمام. هو ايه اللي تمام؟ عايز اعرف انت دلوقتي شكيت في حد او اللي شاكك فيه اتاكدت منه؟ يعني قول لي معلومه مفيده. شكيت لما الميت يعني شاكك في أنا ايه؟ شاكك في الميه يعني ولا شاكك؟ مش عايز اقول مش عايز تقول لما خالص. اتاكد، ما جايز هم بقى لما يسالوهم انا برضه طب انت عايز ان احنا نبتدي مع مين؟ انت شايف مين؟ نبتدي مع أكتر؟ ميرنا. ميرنا؟ يلا يا ميرنا 60 ثانيه اتفضلي. بس الاسئله جوهريه. رقم 2، ازاي بتكتشف الاحجار الكريمه وتصنفها؟ دي مهنه ما تقدريش، ملهاش مقياس معين، دي بالخبره اقدر امسك اي حجر اعرف نوعيته ايه. طب لكن ما تقدريش ما لهوش مقياس معين اقدر احدد. يلا يا نمرة ميرنا. 1 الالماس بتختبره ازاي وتصنفه ازاي؟ رقم 1 اصنفه ازاي؟ الالماس. والله هو الالماس يعني من خلال الخبره بتقدري تعرفيه وتعرفي اذا كان في شوائب او كده، او يعني مش نمرة تمام. 3 ايه اشهر دولة عربية فيها ذهب؟ في دبي وفي السعوديه ودول الخليج عامه. 20 ثانيه. نمرة 2 في زمان بيشتروا منك بالتقسيط. 15 ثانيه. طبعا الزمن اللي احنا فيه دون 10 ثواني. بس اللي انا اثق فيهم يعني وفي عشره من زمان معاهم. 5. نمرة 1 ايه تاني؟ مش الوقت خلص. الوقت حاجة خلص. تاني. هو انا رايي ان بلاش اخر سؤال ده خالص. بيقفل على صباعنا كلنا كريم، ميرنا دلوقتي فادتك في حاجه ولا لا؟ طبعا فادتك بجد؟ والله. طب انت كنت متخيل ان ميرنا هتفيدك اكتر ولا ريم هتفيدك لا اكتر؟ الاثنين الحقيقه هيفيدوني. طب وليه ابتديت مع ميرنا؟ عشان هي برضو فاهمه في الاحجار اكتر مننا. عندها خبره. طيب ريم فينك؟ مالك؟ متوتره برضه انت طول الوقت متوتره كده. طيب جاهزه؟ جاهزه. يلا اتفضلي. رقم 1، ايه الفرق بين الالماس والباجيت؟ الالماس والباجيت يعني هو الالماس بيبقى اغلى نوعا ما، والالماس ليه كذا نوع يعني، انما النوع ده الوحيد ده هو اللي الباجيت ده هو. رقم 2، الفرق بين الالماس والباجيت؟ الالماس وايه؟ والباجيت. الباجيت. اشمعنى السؤال ده يعني؟ ما انا بساله لك. ايه؟ طب ما لازم الراجل بتاع الذهب المظبوط هيقدر يفرق بين ده وبين ده. رقم 3، ايه الفرق بين الالماس والباجيت؟ الالماس والباجيت نوع واحد، الوقت بس بيخلص. ده حاجه وده حاجه. الوقت بيخلص. يلا نفكر بعدين. نفكر بعدين. طب ليه الالماس بيدفن في الرمل؟ رقم 1، الالماس بيدفن في الرمل. الالماس بيدفن في الرمل. اسرع هو يا جماعه. اساسا 10 الالماس ثواني. بيكون من الرمل اصلا، من اجود انواع الرمل. 7. رقم 2. 5. رقم 2. رقم 2. 3. الالماس لما 1. نوعين. الوقت خلص. الوقت خلص. يعني انا عايزه أنا اسالك اتلخبطت سؤال. والله. انت بتحللي وانت بتسالي. ليه؟ ما نحلل بعدين. عايزه الاجابه اللي انا عارفاها. نحلل بعدين. ما ننساش السؤال. كده. يا الله، شكيت دلوقتي بعد ما كنت متاكده جدا. انا اسئله ريم فادتني ان انا غيرت رايي. غيرت رايك خلاص؟ ايه ده انت دمرت الدنيا. ولا اسئلتني. حرام عليكي يا شيخه. اسئلتني. توهمني حرام عليكي يا شيخه، انت رجعتي العيال ورا. بصراحه. انا انهارت خلاص. انهارت كده. طب ايه رايك لما نصالحك انك تغني لنا؟ تاني كده بتصالحوني؟ طب شجعوه، نصالحه بان احنا نشجعه. طب اغني ايه؟ طب نغني لك. طب غني معايا بقى المره دي. ما غني لي شويه شويه. غني لي وخد عينيا. غني لي شويه شويه. غني لي وخد عيني. غني لي شويه شويه. غني لي وخد عيني. خليني اقول الحاني تمام.
ايوه كملي. انا قلت البدايه، كملي انت بقى. سامحوني يا جماعه. ضحكنا عليكي. ده فعلا يا جماعه ما تقولوش لفنان غني ولا الرقاصه ارقص. بالظبط. يعني ايه ده؟ مش معقول بس ينفع الكلام ده؟ متوترين. انا تهت بقى دلوقتي، انا حاسس ان انا تايه بصراحه. انا لقد وقعنا في الفخ. تاني مره. انا هغني لكم المره الجايه. هتغني لنا؟ طيب هتغني لنا، بس برضو العصفوره ودودت لي حاجه حلوه. العصفوره دي بتتوهنا خالص. العصفوره دي بتتوهك. يا ريت حد يصطادها يا جماعه. ان في خطوط حمراء كان في كده حاجه متميزه، كانت ايه بقى؟ ايه دي ده كلام برضه ليكوا هتاخد وعليا وهديك. لا يا راجل. كانت اللازمه برضه. لا يا راجل، في كده. طب ما تغني لنا بقى. بس هتغني معايا. ايه حكايه؟ ايه لازمه هتغني معايا دي؟ لازمه خلاص. لا وتبتدي قبلي عشان ما بانش في الدوله. طب ما بانش قولي كده. هتقولي نقول ايه؟ انا زي كل بنت. انا زي اي بنت. انا زي اي انا زي اي بنت في الدنيا كلها، بدوب من كلمه حلوه تلمسني واحسها، وافضل فاكراها دايما وفي حضني اضمها، وافضل فاكراها دايما وفي حضني اضمها، وانت حنين عليا حتى في لمسة ايديا، لو تطلب عمري كله يا حبيبي عليك شيء. الله الله الله. تصدقي يا ريم طلع صوتك حلو بجد. ده صوت عبقري. صوتك حلو قوي. يعني ده كده انت غنيتي ما شاء الله. طيب هسيبكم تفكروا كويس جدا، وهنطلع فاصل ونرجع تاني. ويا ترى يا هل ترى مين اللي بيقول الحق؟ مفاجآت الحسن والحسين، لانشويتش بالمكسرات. ايوه بالمكسرات، طعم لذيذ وجديد. لأول مرة في مصر الجديد والفريد لانشويتش بالمكسرات. ايوه بالمكسرات، يعني بالبندق واللوز وعين الجمل وكمان بالفستق. استمتع بطعم لذيذ وجديد من اصل كل جديد، واستنوا مفاجآت الحسن والحسين، طعم ما يختلفش عليه اتنين. اشحن ب 10 جنيه او اكتر هتاخد 20% رصيد زياده وفرصه تكسب رحله الصيف ده مع اللي تحبه، بس حافظ على كارت الشحن زي عينيك عشان الرقم اللي عليه ممكن يكسبك الرحله. موبينيل دايما مع بعض. معرض افرش بيتك، اول معرض للتقسيط والتخفيض في مصر، خصومات حتى 50% مع اكبر تسهيلات في السداد. اشهر الاسماء في عالم الاثاث والمستلزمات المنزليه تحت سقف واحد من 30 مايو وحتى 3 يونيو بقاعه الصندوق الاجتماعي، ارض المعارض، مدينه نصر. معرض افرش بيتك، يتقسط يتخفض. رشدي رشيد رشدي من فاتوره الكهرباء عمره ما يشتكي، لأن رشدي عارف بذكائه إزاي يرشد في استهلاكه. نزلت تشتري تلاجة، غسالة أو حتى كمبيوتر، قبل ما تقرر اتأكد إنها في الكهرباء بتوفر، وبكده في الكهرباء وفر وفلوسي في جيبي تكتر. برعاية وزارة الكهرباء والطاقة. مفاجآت الحسن والحسين، لانشويتش بالمكسرات. ايوه بالمكسرات، طعم لذيذ وجديد. خلاص بقى خلاص بقى، قصة المشاورات خلصت بسرعه بقى، بسرعه تعبنا. طب نروق دلوقتي الاعصاب ونروح لفقرة مختلفة تماما. ايه رأيكم؟ بتاعت الاسئله؟ أسئلة سرعة وذكاء. انا عايز بقى اللي هيعرف الرد على السؤال يرفع بلاكات 0. ماشي. واللي هيجمع 3 إجابات صحيحة هيروح يكسب دقيقة يروح فيها عند ال3 شخصيات اللي قاعدين معانا، يحاول ان هو يعرف عن قرب مين محمد حافظ الحقيقي. يا ترى يا جماعة مين هو محمد حافظ الحقيقي؟ هل محمد حافظ الحقيقي هو رقم 1، ولا ممكن ان محمد حافظ الحقيقي يكون رقم 2، او احتمال طبعا، واحتمال وارد يا ريم برضو، فكري كويس جدا طبعا
ان محمد حافظ يكون رقم 3. صح ولا ايه؟ انت حاسه بايه بقى؟ انا هقول لك دلوقتي بس بعد الاسئله. ماشي. اوكي؟ جاهزين؟ ميرنا جاهزه؟ جاهزه. يلا. المعلمه فضة المعداوي كان اسم شخصيه شهيره في مسلسل الرايه البيضاء، وقامت بهذا الدور يعني امينه رزق، سناء جميل، سمية الألفي. سنة جميل. برافو. اخيرا بقى، اخيرا. مش معقول. لا والله، لا معقول. والله. ما انا قلت لك سنة جميل اصلا. طيب. فيلم دهب كان اخراج، اقول ولا تقولوا؟ لا قولوا. اقول. الحمد لله. كامل التلمساني، انور وجدي، يوسف شاهين. قول. انور وجدي. برافو. ايه ده؟ المواهب دي كانت كلها فين؟ دي اسئله سهله، اسئله سهله سهله صح؟ بس برضه مواهب بيفجر مواهب دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. فيلم مرجان احمد مرجان كتبه السيناريست يوسف معاطي. لا مش ممكن. تعالوا لي. تعالوا لي. لا انت روح لهم. اروح لهم؟ يلا 60 ثانيه اتفضل. طيب. ايه بتغششيه ايه؟ لا مساء الخير. ولا حاجه، ده انا هضره. اخبارك ايه؟ حضرتك لابس سلسله. ممكن نبص. حضرتك لابس احنا مش سلسله. سامعين مش سامعين. حضرتك لابس سلسله. حضرتك لابس سلسله برضه. طلعوا ثلاثه. بس شوف شكلها ايه. بتدفع كام؟ انسيال وبتاع. حضرتك لابس سلسله. كلهم على فكره طقم حلو. الطقم ده جايبينه منين؟ ممكن اشوف ايد حضرتك بس يعني. شوف ايد حضرتك. لا صوابع حضرتك. ممكن اشوف صوابع حضرتك برضه. ممكن الساحه. حضرتك برضه بعد اذنك. ولا واحد فيهم. يلا. يلا يا كريم الوقت بيخلص. خلاص خلاص طب يلا اهو. يلا. ده طلعش موجود. ما طلعش موجود؟ لا انا ابتديت اشك بقى. والله ابتديت تشك في مين؟ ولا تتاكد. اقول يعني خلاص الحلقه بتخلص. لا ابتديت تشك في ايه؟ ابتديت تشك واحد في ان فيهم انت خلاص. في واحد فيهم خلاص. أوكي. يعني تقريبا ان شاء الله. تقريبا متاكد ولا تقريبا مش متاكد؟ لا تقريبا مش متاكد. امال ابتديت تشك في لا ايه؟ متاكد طبعا. بهزر يعني. انت بتعرف تعوم؟ يعني احيانا. هو ده موضوع الشك بقى. ده شكله ما فيش شك غير في كده. لا تمام. تمام اكيد. ايه يا ميرنا؟ انا خلاص اتاكدتي؟ اتاكدت. بنسبه كام؟ 85%. 85%. برافو. حيوها برافو عليك يا جامد. ايه ده؟ ايه يا ريم؟ فكري في ايه؟ محيراني انت، محيراني. عندك بصات كده اللي هو انا مش عارفه حاجه. ببقى عارفه. انا مش عارفه حاجه. حد يقول لي اي حاجه. انا يعني اتاكدت، كنت متلخبطه شويه بس اتاكدت. بس خلاص اتاكدتي بنسبه 100%. يا جامد. لا سقفلها كتير. اعلى اجمد من كده. 100% مره واحده. ما هيطلع غلط اكيد. اكيد. طب ليه كده؟ ليه 100% ويطلع غلط؟ مش عارفه. فين الثقه في النفس؟ محظوظه، اصل انا محظوظه. بس برضه لازم يبقى في ثقه في النفس. ما هو انا سالته سؤال بس هو ده اللي شككني تاني. شككك تاني. طيب يا ترى يا كل واحد جماعه فينا هيختار رقم اللي انا إيه؟ شايفه كده. ايه يا كريم؟ انا اقول رقمي؟ لا عايز تقول ايه؟ بقول ان واضح كل واحد فينا هيقول رقم غير التاني. مختلف. كريم متوتر اصلا خالص. طيب انا هديكوا فرصه برضو تفكروا عشان ابقى كريمه بنت يعني حلال للاخر. والله. انا دولي لا، طبعا سيب. بس كريم والله بس يعني. هديكوا فرصه تفكروا وهديكوا برضو فرصه تفكروا. ما تروحوش في اي حته. دقايق قد كده وهنرجع تاني. ومين بيقول الحق؟ مين بيقول الحق؟ مين من الثلاث شخصيات اللي قاعدين معانا هو اللي بيقول الحق؟ هل الشخصية الحقيقية هتكون رقم 1 ولا أحد الفنانين، بما أن ممكن أنهم يختاروا شكلك اختيارات مختلفة عن بعضهم، ممكن يفكر أن هو يختار رقم 2 أو ممكن دي حاسة بتاو أو ممكن محمد حافظ الحقيقي يكون رقم 3. أنتوا جاهزين؟ ايه مالكم؟ ايه ده في ايه؟ صباح الخير يا جماعه. مالكم ايه ردود يعني في ردود فعل كده غريبه. مالكم؟ اكسايتنج الموضوع. مش سايبين لنا اصل اي حاجه في البرنامج يعني بجد. مش سايبين اي حاجه نعرف فيها اي حاجه خالص. الحقيقه. ميرنا من وجهه نظرك مين محمد حافظ الحقيقي؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ يعني اقول دلوقتي؟ يلا. لو جاهزه قولي. ماشي اوكي.
رقم 1 متأكدة؟ ماشي رقم 1. كريم رقم 2. 2 استنى مش عايز يطلع. يا اغيرك ولا ايه؟ 2. رقم 2. يلا يا ريم. ايه رقم 3. 1 2 3 يلا حيوم يا جماعه، حيوم يلا بقى لا ما تيجي. برافو بدل ما نطلع واحد فينا يطلع برافو. انا سعيده باختياراتكم عشان تبقوا عارفين. انت بتوترينا اشمعنى بقى؟ هقول لك دلوقتي اشمعنى. عشان انتوا شكلكم كده اتفقتوا ان لا تتفقوا واخترتوا كل واحد رقم، عشان لازم هيطلع فيكم واحد كسبان. يعني هتروحوا فين؟ صح ولا ايه؟ لا انا اللي حسيته تاني. هي ده اللي حسيته ولا هو ده اللي اتفقتوا عليه؟ هو انا في اختياري حابه ان اكون مختلفه. بس بصراحه تكوني مختلفه ازاي وانت اللي اخترتي اول واحده؟ عشان انا عارفه ما هيختاروا ايه. انا عارفه كريم يا جامد. برافو عليك. كريم هيقول لي برافو سقفوا لها. طب ما كنا ممكن سقفوا لها برافو. كالعاده ممكن نغرق عليها في لحظه يعني. كريم انت اخترت رقم 2 ليه؟ مش عارف إحساسك شاكك فيه برضو؟ كده شاكك فيه كده شاكك فيه يعني مش عارف اقنعني شويه. اقنعك. ولما كذب كلمه يافي دي طبعا كان بيبتسم طبعا شكله بيكذب علينا. يقول لك انت قلت ايه؟ معناها ايه؟ انت عامل علم نفس؟ يعني لحد ما شويه. والله برافو عليك. برافو حيوك. برافو بقى انا بقى من برافو دي لسه جايه لي انا اقول لها برافو دي. بس ما انا مش قادره اجيلك عشان بس انت التوتر يعني محيرني، يعني مش قادره افهمك. مش هصعب عليكي طيب؟ جدا انت صعبان عليا والله فعلا جدا. يا ترى يا جماعه مين محمد حافظ الحقيقي؟ اقول ولا ما اقولش؟ قولي والنبي خلاص اقول. احنا ننام بقى شويه قبل ما يطلع عشان يعني عايزين نقول ولا بلاش؟ والنبي يا قولي. سلام يعني اقول خلاص. زمايلك ولازم تقولي. خلاص كسفتيني والله. محمد حافظ اتفضل اقف. يا سلام. الحمد لله رجعنا حد فلح. ايه يا ريم؟ ايه الجمدان ده؟ شفتي بقى كده؟ هو السؤال ده بتاعي كده موبايلك. لا دي بالعكس. لا هو السؤال يعني انا مختاره رقم 2. لكن السؤال بتاع الالماس والباجات، انت عارفه ان الالماس لما بيتكسر، عشان الستات بتعرف طبعا اكتر، الالماس لما بيتكسر بيرخص، وهو الباجات هو الالماس، فهو الوحيد اللي جاوب صح. برافو عليك يا جامد. سقفوا لها. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. بقسم بره. ايه احلى هديه الماس طلع جت؟ مش هو ولا ايه رياكشنك؟ مش مش هو. والله بسألك سؤال تاني. انا بسأل سؤال تاني دلوقتي. اتغيرتي في البرنامج في صف ايه الطعم البرنامج. اللي بتقع عليا دي؟ انا بسألك انت طبعا هديتي الماس كتير صح؟ مش قوي يعني انا بهادي مش بتهادى. لا يا بجد والله بتهدي والماس كمان؟ لا كده مره واحده. احلى هديه الماس جات لك من مين؟ من مين كمان؟ طب من بعد البرنامج انا وانت على التليفون. ليه برضه تمتنعي عن الاجابه؟ امتنع عن الاجابه. رقم 3 عرفنا عن نفسك. محمد حافظ بشتغل جواهرجي. اهلا بيك. مين اللي اختار رقم 2؟ انت. ايوه طبعا. صح؟ تعرف على رقم 2؟ ايه رايك يا كريم؟ لا بصراحه كاركتر لازم يمثل برضه. مش عايز تعرف عليه؟ طبعا تعرف عليه. رقم 2 عرفنا عن نفسك. طلعت نجيب مهندس انشائي. اهلا بيك. لا ممثل طبعا. رقم 1 بقى اللي غش ميرنا مش كده؟ رقم 1 عرفنا عن نفسك. انا مش محمد حافظ، انا ناجح البدري، موظف في هيئه الطاقه الذريه. اهلا بيك. اهلا بيك. طب احنا نبارك لريم ازاي بقى؟ نرقص لها. يلا ارقص لنا بقى، ارقص لنا بقى شويه. انت اللي قلت. طب نقول ايه؟ طب عايز نقول ايه؟ وحياة قلبي قلبي وافراحه وهمات مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه اللي عندك ضمير وهمات مساء وصباحه، ما لاقيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. الناجح يرفع ايده، انا جنبي في عز وعيده. ايه نزل ايدك. ايه مبروك يا اختي. مبروك 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 يا ريم. طبعا. وحارس لك لكريم والميرنا. يا جماعه للاسف احنا كده حلقتنا خلصت.
رحبوا معايا طبعا ميرنا المهندس، اهلا وسهلا بيكي، شرفتينا. اهلا بيكي. كريم ابو زيد، اهلا بيك. ريم البارودي، شرفتينا، اهلا وسهلا بيكي. هسيبكم دلوقتي على امل باذن الله ان احنا نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم ايه بقى؟ مين بيقول الحق.